عاجل تونس على خطى قيس سعيد. والي القصرين يضرب بقوة. زيارات رئيس الجمهورية التونسية الفجئية. ووالي القصرين على خطاه يقوم بزيارات فجئية. هذه الزيارات تكشف العديد من الأمور، وسينتهي الفقر في القصرين وتونس لو يتم العمل بحقيقة وبجد وإصلاح هذه المكتسبات واستغلالها وتطويرها، والعمل على إحياء المشاريع المعطلة وإنجاز مشاريع أخرى مع التسهيلات في الاستثمارات ووضع تصورات جديدة. وإليكم آخر الأخبار من زيارات والي القصرين على خطى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. أدى والي القصرين زيارة غير معلنة إلى المركب الفلاحي الخضراء بسبيتلة، وفي مستهل الزيارة تنقل السيد الوالي إلى ضيعة الرياض 3 أين توجد حوالي 19,000 شجرة زيتون في حالة سيئة وغير حاملة للصابة، أي 0 كيلوغرام من إنتاج الزيتون، 0 كيلوغرام من الزيتون في 935 هكتار. ثم تحول السيد الوالي والوفد المرافق له إلى ضيعة الرياض 2 والتي فيها عدد هام من غراسات الزيتون، وهي كذلك تعاني من الإهمال وأشجارها في حالة سيئة وتعاني من التيبس ودون إنتاج يذكر. كما زار السيد الوالي المقاسم الفلاحية الدولية المسوغة لفائدة الفنيين الفلاحيين، 16 مقسم على مساحة 290 هكتار، زياتينها منتجة ومنتوجها الحالي هام، وكل المقاسم في حالة حسنة من حيث إنتاج اللوز والغلال والخضروات، مما يؤكد نجاح تجربة المقاسم المسوغة لفائدة الفلاحين الشبان، مع فشل ذريع وملحوظ في إدارة الضيعات الفلاحية. من ذلك إن نفس العقار بنفس المنطقة ما هو مستغل من قبل مصالح ديوان الأراضي الدولية يعاني من الضياع وسوء التصرف وغياب كلي للإنتاج في العديد من الهكتارات من أشجار اللوز والزيتون، في حين أن المقاسم الدولية المسوغة للفلاحين والفنيين بها قدرة إنتاجية محترمة وأشجارها حالتها جيدة بل ممتازة وهي مروية. هذا مع العلم وأنه لوحظ وجود عقار دولي تحت تصرف الديوان يمسح 70 هكتار به أشجار لوز عمرها أكثر من 6 سنوات مع نسبة نمو لم تتجاوز 7%، وهي زراعات بعلية بالرغم من تواجد بئر عميقة داخل نفس مساحة العقار المذكور، وهو أمر يبعث على الاستغراب والشك. لذلك ونظرا لما تمت ملاحظته، قرر السيد والي القصرين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الملف على مصالح رئاسة الجمهورية ومصالح وزارة الداخلية ومصالح وزارة الفلاحة لفتح التحقيقات اللازمة في الغرض ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إخلاله في القيام بواجبه والحفاظ على الثروات العامة للدولة التونسية. وقد تحول والي القصرين لمعاينة تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي سنفوبا بسبيتلة، الذي من المنتظر أن تنتهي أشغاله منتصف شهر ديسمبر 2024، والذي تسير أشغاله بوتيرة سريعة بعد التنبيه على المقاولة المكلفة بالإسراع بإنجاز المشروع. وعلى إثر الزيارة التي أداها والي القصرين إلى مصنع الأجر، ونظرا لما تمت ملاحظته من إخلالات وخراب يكاد يكون كلي لأحد أهم المؤسسات الاقتصادية بالجهة، كلف السيد الوالي عدل تنفيذ صحبة الممثل القانوني للولاية لمعاينة ووضع أقفال على أبواب الإدارة لتفادي المساس بالملفات إلى حين المعاينة والمراقبة من قبل الجهات الرقابية المختصة، مع العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بإعادة المصنع المذكور للنشاط. وأدى والي القصرين زيارة إلى مصنع الأجر حيث عاين جملة من الإخلالات وسوء التصرف في المعدات والتجهيزات إلى حد أصبح معه المصنع المذكور في وضعية كارثية تتطلب أكثر من إجراء استثنائي، وهو ما أكده السيد الوالي مبديا حرصه الشديد على ضرورة التدقيق والمحاسبة. كما قرر إحالة الملف إلى مصالح رئاسة الجمهورية التونسية بصفة عاجلة.